شاب حليوة كده اشتغل معايا في مشروع كبير. الولد شاطر جدا، يعني من الناس اللي لما بتشوفهم تقول ده موهوب. كان دايما بيقدم شغل هاي كواليتي، يعني جامد قوي. بيخلص قبل ميعاده، بيساعد غيره حتى لو مش مطلوب منه، بس دايما كان لوحده. يعني مفيش حد يقرب منه، مفيش حد بيتكلم معاه بعد الشغل، مفيش حد بيقول له شكرا. ومرة كان باين عليه المضايقة الشديدة، يعني في يوم من الأيام في الشغل، فخدته على جنبه كده وقلت له يا فلان أنت تمام؟ فضحك ضحكة كده غريبة، قال لي بص أقول لك على حاجة وصدقني، أنا جامد وعارف إن أنا جامد، بس أنا محدش بيحبني. هتكلم معاكم عن ناس كتير حوالينا، ناس شاطرة بس مش قريبة، ناس بتنجز بس محدش بيشوفهم، ناس بتحب الشغل بس محدش بيحبهم. الموضوع ليه أبعاد كتير، بس خليني أبدأ معاك بحاجة مهمة أوي. الشغل مش بس أداء، الشغل كمان مشاعر. والله في دراسة معمولة في مؤسسة اسمها مؤسسة جالوب، واحدة من المؤسسات العالمية الكبيرة جدا اللي بتشتغل على الهيومن ديفلوبمنت وتطوير الذات وتحديد الشخصيات والحاجات القوية قوي دي. بتقول إن الموظف اللي عنده صديق مقرب في الشغل إنتاجيته بتزيد مش بمرة ولا 2 ولا 3، وإنما ب7 مرات في الشغل من غيره، عشان عنده واحد صاحبه بس مقرب في الشغل. وإن الناس اللي بيحسوا إنهم مقبولين اجتماعيا بيقدموا أداء مستقر ومستمر أكتر. وفي دراسة تانية في جامعة بتاعت UCLC لو أنا فاكر صح، UCLA، اكتشفوا إن الشعور بالرفض الاجتماعي، وركز بقى معايا قوي هنا، بيؤثر على نفس مناطق الألم في المخ اللي بتتفاعل مع الألم الجسدي. يعني الإحساس إنك مش محبوب بيوجع زي الألم الجسدي الحقيقي. في ناس كتيرة جدا فاكرة إنك لو شاطر الناس هتحبك، الحقيقة إنه أغلب الظن العكس تماما. أوقات الشطارة بتخوف، وأوقات الشخص اللي بيأدي بامتياز بيبان كأنه مغرور حتى لو هو مش بيعمل ده. الإمام الشافعي، وهو يعني من أعظم العلماء وأقواهم حجة ويعني برنس، ده الهاي بيرفورمر، هاي بريزنتيشن سكيلز، هاي كواليتي، هاي كان دايما بيعرف يقول الكلام بطريقة كويسة، فالناس كانت عارفاه بلين القول وعارفاه برقة الطباع. كان بيقول حاجة جميلة قوي، كان بيقول ايه؟ ما جادلت أحدا إلا وتمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه. يعني ايه؟ يعني عمري ما دخلت في حد في ديسكشن كده ونقاش إلا وتمنيت إن الحق يبقى معاه هو مش معايا. رغم علمه وقوته في الحجة، بيسموها قوته الحجاجية، كان محبوب بسبب تواضعه وأسلوبه الجميل. وده مهم، لأن الإنسان الشاطر مش لازم يكون قاسي، مش لازم يكون متعالي، بالعكس الشطارة الحقيقية بتبان في طريقة تعاملك. فلو انت جامد بس مش محبوب، هطلب منك طلب. الأول اسأل نفسك سؤالين. السؤال الأولاني، هل حضرتك بتتكلم مع الناس بلطف ولا جلنف؟ الحاجة التانية، هل بتشارك اللي حواليك في إنسانيتك مش بس بشطارتك؟ يعني هل بتدخل معاهم في مواقف حقيقية وإنسانية، بتسأل على أولاد ده وبتخلي بالك من احتياج ده، بتتكلم عن نفسك أنت بشكل ما بيطلعش أسرارك الشخصية، موجود كإنسان ولا بس موجود كشخص بيعرف يدليفر وبيدي أرقام؟ مش مطلوب منك تبقى اجتماعي قوي وسوشيال باترفلاي، بس كفاية تبقى لطيف. الناس غلابة، الناس غلابة والله، والناس مش دايما بتكرهك، بس هم ساعات بيخافوا منك، وساعات شطارتك بتحطك في عزلة في كاتيجوري كده معين، مش انت اللي اخترتها، بس الحاجات بتيجي كده. اقول لك، في شركة كنت بزورها يعني،
لقيت انجح موظف عندهم في الاداء هو اكتر واحد الناس مش بتحبه. مدير التيم جه قال لي ايه، الولد شاطر بس ما عندوش روح، ناشف جف كده، فعشان كده ما بتحبوش. الموضوع كان بسيط والله العظيم. هو الولد كان دايما مكشر ودايما ساكت ودايما بيوصل احساس ان هو مش فاضي لاي حد في اي وقت. بس لما قعدت معاه ولما اتكلمنا وعملنا جلسة الكوتشنج يعني، واول ما بدأ وهو داخل الشركة يقول صباح الخير ويشارك معاهم قعدة الغداء في الكافيتيريا بتاعت الشركة، والله العظيم الدنيا اتغيرت 180 درجة. بص يا عزيزي، اللي بينجز محتاج يتشاف، واللي بيتشاف محتاج يتحب مش يتكره. وارجوك خلي اللي حواليك يعرفوا انك بني آدم مش مكنة شغل. وما تنساش قول سيدك النبي عليه الصلاة والسلام، الكلمة الطيبة صدقة. بشوف انت بتضيع صدقات قد ايه. وخليني افكرك، ليس النجاح ان تبهر الاخرين بل ان تلمس قلوبهم. وسيبك من كلامي، خليك فاكر كلام ربنا في كتابه الكريم وهو بيقول، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سلام.